موضوعنا اليوم هو رقابة الأولياء. قاعدين نشوفوا في صغيرات 13 و 14 سنة عاملين دي كونت سور تيك توك يوتيوب وانستغرام، يحكيوا في حاجات ويعملوا في حاجات أكبر من عمرهم. الأولياء وين في هذا الكل؟ هو انفلات البيئة نتاع النشأ، خرجت من السيطرة نتاع العائلة، والحاجات هذه ما تنجمش تراقبهم العائلة، وصعاب ياسر في العصر هذايا، في عصر الميديا هذايا وفي عصر العولمة وفي عصر التكنولوجيا ولات صعيبة مراقبة النشأ والصغار. العملية الكل تبدأ بوعي من الأهل ومن العائلة، ويعرفوا كيف وين يحطوا صغارهم، لأن العملية هذه مصيبة كبيرة ياسر، خاصة في المجتمعات اللي كما مجتمعاتنا احنا اللي سون ادابتابل على الحاجات الخايبة، وبالنسبة لنا احنا راهو فيها بدعة واستحليناها وخليناها وتطورت الأمور وأصبحت كارثة في نشأنا وفي شبابنا وفي محيطنا الاجتماعي والعائلي. لذلك أن نقول احنا الرقابة الوحيدة أنه الوعي، أنك ترسخ في أذهان الطفل وفي أذهان الصغار كيفية استعمال هالتكنولوجيا الجديدة هذه اللي هي بدعت بينا وماشية تتطور إلى ما هو أصعب وأمر وأخيب في حياتنا، ولا تنغص حياة العائلة وحياة الكبار وحياة الأهل وحياة لي بارون، على خاطر ما ينجمش يراقب ولده، ما ينجمش يراقب ولده. عندنا في تونس برشا جمعيات وبرشا منظمات تعنى بالطفولة، علاش التونسي ولا ما عادش عنده ثقة في المنظمات والجمعيات هذيا، ولات عنده ثقة يقول لك نخليه في الدار نعطيه اليوتيوب يتفرج في اليوتيوب ولا يعمل فيديو على تيك توك؟ شكرا لسؤالك الوجيه، واللي سؤال يستحق الجدل الكبير ياسر، أنك الجمعيات والمنظمات التونسية ظهر بالمكشوف أنها منظمات فرايجية. أنا نبدأ من المنظمة النسوية، من منظمة المرأة بصفة عامة بما تشمل من جمعيات، أنها فرايجية وما عندها باش تعمل وما تفيدش وما تمشيش للحلول وما ثماش بيداغوجيا وما ثماش تحليل منطقي كيف نداويو الألم ونداويو المرض. احنا الجمعيات راهي فرايجية، يا تدين يا تجب يا أنا الجمعيات الناس تخلات على واجباتها اللي هي تعملت من أجلها. وبالنسبة أنا مع احترامي للجمعيات والمنظمات الكل كلهم راهم فشوش. جمعياتنا اللي في تونس الكل متاع لما فلوس ومتاع دعايات وما ثماش فيهم حتى جمعية تفيد المجتمع. لكن فما جمعيات مجانية ومنظمات مجانية تعنى بالطفولة، لكن التونسي يقول لك لا أنا ما نبعثش ولدي ولا نبعث بنتي باش تمشي مع ناس أنا ما نعرفهاش. بورتون الناس اللي ما يعرفهاش هذيك ممكن تسقل له ولد ولا بنت وتكتشف الموهبة اللي فيه. شوف ثم مقاربات، المقاربة الصحيحة ما مشات لها حتى جمعية. كيف نعتني بالنشأ، كيف نأهل النشأ ليصبح مجتمع راقي وعقلاني. هذا على الورق اللي تقولي فيه أنت، قلت لك مع احترامي لكل الجمعيات، هذا كله على الورق، أما ما ريناش بالمفعول الصحيح وبالفعل الصحيح وما ثماش حتى اكتيفيتي. كيفاش نجموا نعملوا باش نخليوا الكلام هذايا ماهوش مجرد حبر على ورق؟ باش نجموا نعملوا أن تكون في أذهان الكبار وعي كامل، وعي أن يلزمنا نركزوا على الخلل ونتمحصوا ونشخصوا. كي نشخصوا الحالة تو نلقاو الحلول، خاطر ما تشخصهاش الطبيب ما ينجمش يعرف المرض لما يشخصوا. احنا كي نشخصوا الحالة هذه البدعة هذه اللي جات في المجتمعات الكل تونا نوصلوا للحلول الجذرية والحلول الصحيحة. أما ما دام ما شخصناش وما ثماش بيداغوجيين وما ثماش علماء اجتماع ما عناش بالحق نفتقدوا. كان بالاسم عندنا هياكل بالاسم، احنا هياكل موجودة في الدولة وهياكل في المجتمعات بالاسم برك ما ريناش. عندكش فكرة على المنظمات والجمعيات اللي تعنى بالطفولة لهنا في تونس؟
أنا نعرف تبدأ من وزارة المرأة، تبدأ من وزارة الشباب والرياضة، تبدأ من المنظمات الاجتماعية. عندكم وزارات مو جمعيات ومنظمات؟ منضوين تحت الجمعيات، هم الجمعيات منضوية تحت هذوما الإطارات هذوما. ما نجمش نمشيو نقولوا جمعية خواص أنا باش نسميها إطار، ما نجمش. أنا هذم الكل ينضويوا تحت وزارات، راهي تحت وزارات تحت رقابه، وخاصه كي تقرا العناوين وان شباب والرياضه وتاهيل الطفوله ورعايه الطفوله وتقول هذه سيئه. احنا بالنسبه وصلنا واحنا الى حد الان ما عملناش 10% من يلزم يتعمل ويلزم يتحقق في مجتمعنا.